السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا من نص كيلو من البانيه او وراك الفراخ او صدور الفراخ اللي موجود عندك المتاح عندك. هتعملي بيه كمية تقعد عندك ان شاء الله يومين، زي ما انت شايفة حاجة كده زي الفل. هنبدأ كده بسم الله على بركة الله. المكونات بتاعتنا معايا هنا بصلاية مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي، متوسطة، ومعايا عودين بقدونس، ومعايا نص قرن من الفلفل الرومي. هاخدهم وانزل بيهم كده على الكبة، اطحنهم طحن ناعم وارجع لكم تاني. زي ما انت شايفة كده انا طحنتها ناعم وبقى لونها جميل وشكلها حلو. احط ملح، فلفل اسود، بهار فراخ، كركم، من كل نوع كده ايه معلقة الا ربع من الشاي. معايا هنا نص كيلو الصدور. زي ما انت شايفة هنزل بيها كده على المكونات بتاعتي. لازم اكون غسلاها كويس ومصفياها من المية، لان الصدور بتفرز مية كتير في ضرب الكبة. هاخدها كده بقى ايه وافرمها زي ما انت شايفة، فرمتها على البصل وعلى البهار. هاخد بقى كوباية بقسماط ناعم واحطها كده على الوش عشان برضو ايه تمسك المكونات وتربط معايا وما تشققش، وكمان تسحب السوائل اللي في الفراخ واللي كمان في البصل والفلفل عشان ما تفكش معايا. هجيب كيس تلاجة كده وافتحه وادهن كده حبة مية بالرخام عشان الكيس يلزق، واخد كده معلقة من العجينة اللي انا عملتها، عجينة الفراخ، و يعني اكورها كده ما بين ايديا. تمام، واكون مجهزه جنبي طبق صغير كده فيه شويه ميه. هبل ايدي ميه واجي افرد العجينه عشان تبقى سلسه معايا كده ومش كل شويه ايدي تلزق فيها. هنبططها كده كاننا بنبطط قرصه. هرققي كده على قد ما تقدري. تمام، الحجم اللي انت حباه، عاوزه تعمليها كبيره عايزه تعمليها صغيره، اظبطي انت كده بايدك قطعه العجين اللي انت عايزه تفرديها. انا فردت كده على شكل مربع، واخدت كده معلقه من الجبنه الموتزاريلا وحطيتها كده في النص. تمام، دي اي جبنه موتزاريلا او اي جبنه رومي، اي نوع جبنه تاني هينزل سوائل كتير وهيخرب لك الوصفه. هطبق كده الجنب الشمال على الجبنه، وهطبق كمان الجنب اليمين، وهاجي من النص كده واظبط الجبنه بتاعتي وابدا اسحبها رول. وكل ما اسحب اضغط بالصبعين بتوع ايدي الكبار. كل ما اضغط كل ما هتطلع معايا كده ايه اسطمبة ومرسومة وشكلها جميل ومفيش فيها اي اخطاء، عشان لما تيجي تقليها يبقى مقفول عليها كويس، ولا الجبنة تخرج من الجوانب ولا تخرج من الطرف. زي ما انت شايفة صابع الكفتة معايا مرسوم مظبوط، تحفة. طعم وريحة وشكل، بصراحة طعم وريحة وشكل. انا مكبره حجم الصباع علشان انا هحطها جنب، اقدمها جنب رز بسمتي او مكرونه. حابه انت بقى تعملها في سندوتشات، بتحبي حجمها صغير، براحتك انت وذوقك، دي اذواق. تمام، هبدا كده كمان اخد قطعه وافردها قدامك زي المرحله اللي احنا عملناها اللي فاتت. هاخد القطعه وهفردها على الكيس وابل ايدي ميه من الطبق اللي جنبي، وابدا كده ايه ارقق قطعة عجينة كفتة الفراخ. زي ما تسميها كفتة فراخ، كوردون بلو، كوردون بلو كداب، زي ما تسميه بقى. هي الوصفة دي اصلا تركي وانا مش عارفة اسمها ايه، بس انا بعملها حلو يمكن احسن منهم كمان. تمام، هنبدأ بقى ايه نجيب قطعة الجبنة ونحطها كده في وسط، مش في وسط العجينة، في الطرف من فوق. تمام تمام تمام. هاخد بقى قطعة الجبنه بتاعتي. ما تخافيش، حطي جبنه زي ما انت عايزه، مش هتفك منك لو انت مشيتي على الطريقه اللي انا بعملها دي.
هبدأ اسحب كده الطرف ده واتنيه علشان لما اجي اقلب الرول تتقفل من الجوانب معايا باحكام زي ما انت شايفه. واضغط كده بالصبعين دول، اعمل رول واضغط. كل ما تضغطي جامد وتطلع كده مظبوطه معاكي، والجبنه تبقى جوه كده في النص، عمرها ما هتخرج منك في التحمير نهائي. الوصفه دي ممتازه جدا جدا جدا، وبتفرط معاكي في الكميه. يعني عامله 20 صباع كبار، لان لو كنت صغرت الصابع كان هيطلع معاكي من النص كيلو ده تقريبا 40. هتبدأي بقى تظبطي كده من الطروف علشان ما تفتحش من الجوانب زي ما انت شايفة. هنبدأ بقى نرص كده، نخلص الكمية كلها واوريها لك في الاخر الشكل النهائي. بصي بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده يعني تحفة. كلكم عارفين حجم القطاعة اللي انا حاطة عليها الكفتة دي قد ايه. ما شاء الله الصباع كبير. لو انت كنتي عاوزة تضاعفي الكمية هتعملي هتصغري الصابع وهتحطي نص كمية العجينة اللي انا فردتها. شايفة الجمال؟ طعم وريحة ونظافة ووداعا لغلاء الاسعار. والكمية ديت لو انتوا مثلا 3 افراد هتقعد معاكي يومين، لو انتوا فردين هتقعد معاكي 3. تمام. عاوزة تستخدميها في سندوتشات المدارس، عاملة كريب، عاملة مكرونة، عاوزة تحطها جنب رز بسمتي، اللي يعجبك. انا هجيب كده بيضة واحدة بس للكمية ديت، واحط عليها غطا كده من الخل الابيض، واقلبها كويس كده علشان البيض ما يبقاش فيه اي تكتلات، تمام، ولا يبقى فيه زفار. قلبنا البيض كويس. هجيب بقى معايا بقسماط واحطه كده في طبق. حطيه في طبق غويط شويه عشان الطبق ده عذبني. انا عملته كده استخدام الواحد عشان اقوم بعد ما اخلص شايلاه رمياه. تمام. عندك بقى كريسب، عاوزه تغطيها بالكريسب مفيش مشكله، اللي هو الاصفر ده بيتباع عند العطار. انا بقى كان عندي كيس شيبسي بالشطه، فرمته فرمته كده في الهون وضفته للبقسماط بتاعي. كان عاطي بقى بصراحة ريحة وتست ممتاز ممتاز للكفر. ده شيبسي بطعم الشطة، ما كانتش مشطشطة ولا حاجة عشان الناس اللي ما بتحبش الشطة، بس كان عاطي طعم كده مميز وتست عالي قوي للكفر. هبدأ اخد كده الصباع. انا لا دخلتها بقى التلاجة ولا سبتها لما هي اتشمعت كده في دقيقة وهي محطوطة. وشوفي جامدة وماسكة نفسها اهي. اخدتها ونزلتها في البيض، واخدتها ونزلتها في البقسماط، وابدأ احبش عليها كده من الجوانب واحركها كده واشيلها، واقوم منفضاها بقى من الزوايد زي ما انت شايفة. طلعت بسم الله ما شاء الله تحفة اهي، ولا معوجة ولا فيها اي حاجة. بسم الله ما شاء الله يعني اللهم بارك. ناخد كمان صباع بقى عشان آه نأكد المعلومة. عاوزة تحطيها في الفريزر ترتاح شوية براحتك، بس انا كنت شايفة ان هي مش محتاجة، فعشان كده غلفت على طول. الكفر ده بسم الله ما شاء الله كان ماسك حديد حديد عليها كده ومقرمشة. هتشوفيها في نهاية الفيديو طالعة عاملة زي من الزيت. شايفة الجمال والحلاوة، ريحة وطعم ولون وتوفير. توفير كمان مرة توفير. لازم بقى نشغل كده برضو دماغنا ونعمل شوية فريزونات من ديت علشان خاطر بس الغلا اللي احنا فيه ده. يعني هي يعني انا شايفة ان هي مش غالية. نص كيلو بانيه ب50 جنيه، وب10 جنيه البقسماط بس 60 جنيه. 60 جنيه عملوا لي كمية قعدت عندي يومين. عندك بقى مكرونة رز زي ما انت شايفة. ده الطبق ده فيه حوالي 15 قطعة او 12 قطعة، غير اللي انا حمرته، غير اللي بسم الله ما شاء الله اتاكل. بص بقى بعد ما اتحمرت لونها عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا يا رب. شايفه شكلها عامل ازاي؟ حتى القطع اللي اتفتحت من الجنب ونزل منها موتزاريلا ولا اتلسعت ولا اتحرقت. والله جميله جدا، وريحتها وشكلها ولونها. وكفايه النظافه وانك انت اللي عاملاها في بيتك،
ضامنه انت عامله ايه، ضامنه مكوناتك، عارفه ان انت اللي واقفه عامله حاجتك بحب لاولادك. بلاش يا جماعه الحاجات دي بتيجي من بره، بتبقى معموله من البواقي. بصي شكلها عامل ازاي من جوه، تحفه 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 تحفه. مين بقى في ولادنا ما بيحبش الكلام ده؟ بصي انا فتحتها لك اهي. الجبنة حتى كمان الجبنة ديت والله يعني على قدها مش بتمط قوي. لو انت كمان مستخدمة نوع جبنة جودته اعلى من دي، هتلاقي معاكي حاجة اللهم بارك احسن من كده كمان 100 مرة. بصي شكلها عامل ازاي وطعمها تحفة قوي 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 قوي. يعني انا وانا واقفة بحمر ولادي بقوا قاعدين كده يخطفوا مني. ايه رأيك بقى؟ لو عجبتك الوصفة ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.